من بعد ما كان الركراكي متفوق وسير التفوق ديالو هي الجهة اليمنى، خصوصا المنطقة اللي كان فيها إبراهيم دياز كما كنشوفو الآن في الصورة، واللي جات منها بزاف ديال الهجمات. حنا كنشوفو هنا البناء اللي كيتم عبر الثلاثي أناحي مزراوي إبراهيم دياز. وفي هاد المحاولة هادي غنشوفو اختراق اللي ساهم فيه هاد الثلاثي بشكل كبير، واللي جات منه محاولة جيدة اللي ما استطعناش نبلوروها أو نحولوها لهدف، لا في المحاولة الأولى اللي جات من المهاجمين اللي كانوا متمركزين الكرة، ولا أيضا في السيباري اللي جاتو الكرة الثانية وما عرفش كيفاش يتصرف معاها بالشكل الصحيح. المهم غادي نرجعو مرة أخرى وحنا كنستغربو علاش هاد المدرب هذا دار هاد التغييرات ديال أوناحي وإبراهيم دياز. حنا كنشوفو في محاولة أخرى، كنشوفو الكرة اللي كيشدها أوناحي ولا كيعطيها لإبراهيم دياز، إبراهيم دياز بالدور تاعو تيمرها لمزراوي، مزراوي لإبراهيم دياز، إبراهيم دياز اللي كيمرر لأوناحي، أوناحي اللي كيرجع ليه كرة، وهنا تيلقى اللاعب المساحة المثلى باش يدير هجمة اللي كانت خطيرة بطبيعة الحال، واللي جات منها ضربة جزاء والهدف الوحيد للمنتخب الوطني المغربي. وهذا الشيء علاش كنطرحو بزاف د العلامات الاستفهام.